الجزاء، لكن تغطية دفاعية على مستوى الدفاع ديال فريق حسنية أكادير. كرة طويلة فقط عند رضا سليم على مستوى الجهة اليمنى، تمريرة من أيوب عيد خصو. الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة اللاعب جلال الدين خفيف. جلال الدين خفيف كان امام المرمى، تمريره ممتازه، كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي، تم استغلاله على نحو جيد، تمريره ممتازه امام المرمى امام الشباك، وهدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. لاحظوا التمريره تجاه لاعب محسن بوريغا الذي مرر لجلال الدين خفيف، اللي كان اسرع من اللاعبين والمدافعين ديال فريق حسنيه اكادير. يضع الكره في الشباك ويضع الكره في المرمى. هدف اول اطار امير عبدو. هذه محاوله تمرير على مستوى الجيل من انطلاقه السرعه، البحث عن امكانيه العرضيه بالخطا يضع نوح محمد العابد الكره في شباك الحارس احمد رضا التاقناوتي. تمريره ممتازه على مستوى الجهه اليمنى في الوقت اللي حاول المدافع الموريتاني ابعاد الكره امامنا. نوح محمد العابد يضع الكره في الشباك، وهدف تعادل لفائده فريق حسنيه اكادير. تقريبا اقل من 3 ديال الدقائق تمكن فريق الحسنيه من ايجاد الحل. لاحظوا التمريره الممتازه على مستوى الجهه اليمنى. نوح محمد العابد في الوقت اللي يحاول اخراج الكره. لاحظوا التمريره الممتازه صراحه محمد العابد ويونس عبد الحميد والراسيه. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي. من جديد جلال الدين خفيف في المكان المناسب في القائمه الثاني، يضع الكره في الشباك. فريق الجيش الملكي مرة أخرى كياخذ تقدم في هذا المباراة. تابعنا التمريرة ممتازة في القائم الثاني، وبالتالي جلال الدين خفيف في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. استثمار هذه الكرة الثابتة، لعبت كرة من رضا سليم الرأسية، وجلال الدين خفيف في المكان المناسب. محسن بوريغا هو اللي وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والمتابعة الممتازة لجلال الدين خفيف الذي يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي كياخذ تقدم مرة أخرى في هذا المستوى الجيل اليمنى. ومحاولة سيلفا كابرال، سيلفا يسدد هدف للبرتغالي بطريقة ممتازة، تسديدة قوية، يضع الكرة في الشباك. سيلفا كابرال طريقة رائعة يسجل هدف التعادل لفائدة فريق حسنية أكادير. العودة من جديد في نتيجة ديال هذه المباراة وفي هذه الجولة الأولى بإثارة صراحة خاصة، فرحة كبيرة للجماهير ديال فريق حسنية أكادير بهدف يعني ولا أجمل ولا أروع صراحة. ربيع حريمات يسعى لتنفيذ ضربة جزاء. ربيع حريمات وهدف ثالث، هدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة العميد محمد ربيع حريمات اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك. وإن كانت المتابعة للكرة من طرف الحارس بدر الدين أبعير، لكن الكرة كانت عرضية تسدت بقوة وبالتالي عنقت الشباك. لاحظوا تسدت بكل قوة، وإن كان أبعير مشى